نعيب زماننا والعيب فينا. نعيب زماننا والعيب فينا، يعني كأن الإنسان عندما يعيب الزمان يريد بذلك كأنه يخلي مسؤوليته، والزمان لا يملك شيئا، لكن أنت عبد مسؤول أمام الله عز وجل، ومطلوب منك العبودية لله عز وجل كيفما كانت الحال، إن كانت شدة لها عبودية، وإن كانت رخاء لها عبودية، وإن كانت فتنة لها عبودية. وأنت في دار امتحان بأنواع من الامتحانات، كيف تعبد الله عز وجل في كل حال، كيف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ينشغل بعيب الزمان عن عيب نفسه، والعيب فيه هو، والملامة عليه والمحاسبة عليه، فينبغي أن يعمل على صلاح نفسه كيف كان الزمان، وينظر عبوديته المطلوبة منه في الحالة التي هو عليها والزمان التي هو عليها، فيحقق تلك العبودية صابرا محتسبا. قال: وما لزماننا عيب سوانا، أي أن العيب فينا نحن أهل الزمان لا الزمان نفسه.